السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. إلى حادثة غريبة شهدتها بلدية الرباح في ولاية الوادي، حيث تشتعل النيران بدون أي سبب في مسكن عائلة غدير وتأتي على غرف وأثاث البيت. تفاصيل القصة في هذا التقرير لعبد العالي الحومة وهشام بشكيط. في ظاهرة غريبة على المنطقة، بات حديث العام والخاص بحي الشعالبة ببلدية الرباح جنوب ولاية الوادي، أين تشتعل النيران بدون أي سبب وتخرج من الجدران وتأتي على غرف وأثاث عائلة غدير، خاصة أنهم بحثوا عن الأسباب التي تؤكد غالبا أنها الكهرباء، لكن من يكون؟ أول ظاهرة تصير عندنا في الحي هنا، حي الشعانبة وفي البيت هذا. وطبعا استغربت الناس يعني الظاهرة هذه بدون سبب حتى تشعل البيت ولا تشعل الغرف. الخطرة الأولى حرقت الدار العائلة كبيرة تاع العزوز كبيرة، من بعد سيدي راحت غرفة واحد من الذر المتزوجين هذيما، ما قعد فيها والو، شعلت الكل، لا قعد لا فيها لا مكيف لا شمبرة لا ما قعد والو. قبل دخولنا المكان حصلنا أنفسنا بقراءة بعض الصور القرآنية قبل التفكير في الولوج للمنزل الذي هجرته العائلة، إلى أن النيران واصلت مطاردتها للعائلة من دون أي سبب. النار هذه بدأت في دار العزوز، شعلت النار الأول وضربت على 15 يوم ولا 20 يوم، بعدين بدأت في الديار الأخرى شعلت الغش كله. كي حولنا الحرس شعلت خطرة ولا زوز. الجيران وسكان الحي يرون مشاهد رهيبة لا تخطر على بال أحد بخروج النيران من الجدران واشتعال ماعز لوحدها، وواصلت ملاحقة الأرواح لهذه العائلة رغم إخلائها للمنزل ولم يجدوا لها أي تفسير.